ومن شر غاسق إذا وقب. وهذه الآية تقرأ عادة ولا تفهم. ما هو الغاسق؟ لنفهم الغاسق بدنا نرجع للغسق. باللغة الغسق هو منتصف الليل، بمعنى ثاني الغسق هو الليل الشديد الظلمة. ومن هنا نقرأ بالقرآن الكريم لما الله حكى عن انتهاء وقت الصلاة، صلاة المغرب، شو بيقول؟ إلى غسق الليل، إلى انتصاف الليل عمليا، الوقت الذي تشتد فيه الظلم. طيب شو المقصود بإذا وقب؟ الوقب أو الوقب هو الوقوع في الحفرة، أوقبه أوقعه، لكن بدها تكون في حفرة ليقولوا أوقبه. إذن هي وقوع في حفرة. لنيجي نفهمها للآية. الغاسق هو الذي تستر بظلمة الليل، لأنه بالليل تظهر الشرور بحكم أن الليل يستر العيوب ويستر الأشخاص. فالغاسق هو الذي يأتي في جنح الظلام ليؤذيك ويرميك في الحفرة، والحفرة إشارة إلى البلايا والمصائب التي لا تدري أنت بها. مش بالضرورة يكبك بحفرة عن جد، لكن المقصود بالحفرة هي رمزية أنه يريد أن يوقعك في بلاء أو في مصيبة، وعادة ما يأتي بشكل خفي. ويمكن نحن نعمم الآية نقول الغاسق صح أنه يطلق على زائر الليل الشرير، لكن قد يكون بالنهار، لأنه نيته الستر والتستر وإيقاعك بالبلاء من دون معرفة.